يا بني معروف، لم تتعود طائفتنا أبدا على الخشوع والركوع إلا إلى الرب المعبود وحده لا شريك له، ولكنها أيضا لم تتعود القيام بتصرفات مسيئة لعاداتها وتقاليدها. لذلك جئنا اليوم وحرصا منا على صيغة العيش المشترك وعلى التأكيد والالتزام بالمواقف التالية. أولا، التأكيد على صلابة ووحدة الطائفة وتماسكها وتضامنها فيما بينها في جميع ما تواجهه، منطلقين من إيماننا بحفظ الإخوان كعقيدة في كل زمان ومكان، مباركين الخطوات والقرارات التي اتخذها الزعيمان وليد بيك جنبلاط مباركين الخطوات والقرارات التي اتخذها الزعيمان وليد بيك جنبلاط والأمير طلال أرسلان لصون الطائفة وحفظ كرامتها. ثانيا، نرفض رفضا قاطعا كل الممارسات والتعديات التي طاولت أهلنا في الجبل، محذرين الجميع من تكرارها لأنها تمس بالقيم الإسلامية لبني معروف وشيمهم وتاريخهم العريق. ثالثا، إن التطاول على حرمات منازلنا وقرانا يمثل انتهاكا لسلامة الأرض وصيانة العرض. إن التطاول على حرمات منازلنا وقرانا يمثل انتهاكا لسلامة الأرض وصيانة العرض الذي يأبى الموحد العيش من دون الذود عنه التزاما منه بحرم الطائفة التعدي منها والتعدي عليها. أي نحرم أن نتعدى على أحد ونحرم أن يتعدى علينا أحد. رابعا، إن الجيش اللبناني مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لفرض الأمن وهيبة القانون على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها الجبل، ومنع كافة المظاهر المسلحة من أي فئة كانت ولأي جهة انتمت حفاظا على السلم الأهلي. والسلام عليكم ورحمة المولى وبركاته. إذن مشاهدينا، نقلنا لكم هذا المؤتمر الصحفي، وفي الواقع الكلمة من جبل لبنان والتي تلاها شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن، حيث أكد على عروبة ووطنية الطائفة الدرزية هناك وعلى طبعا إرادتها في الدفاع عن لبنان، مؤكدا طبعا على صيغة العيش المشترك وعلى صلابة هذه الطائفة ووحدتها، وأيضا رفض كل الممارسات التي نالت الطائفة الدرزية والتطاول على البيوت والممتلكات كما ذكر، وحرم أن يتعدى عليهم أحد وبالتالي أن يتعدوا هم على أحد. وأخيرا دعا الجيش اللبناني إلى فرض سيطرته على كل المناطق اللبنانية من دون استثناء، ومن أيضا المظاهر المسلحة من أي طرف مهما كان انتماؤه. في الشيعة هنا ننهي هذه النشرة الموجزة. المزيد من الأخبار على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.